أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. إخواني في الله، أحبائي في الله، اليوم بدنا نعيش مع قصة حدثت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق، حيث كان رجل من بلاد الشام كان يرتاد إلى مجالس عمر رضي الله عنه، ففقده عمر فسأل: أين فلان؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، فلان أصبح يشرب الخمر. فسيدنا عمر اتضايق، يعني صار الرجل سكير، صار يسكر. طيب شو نساوي معاه بالحالة هي يا أخوان؟ إحنا شو بنساوي معاه؟ الله لا يرده، الله يأخذه إن شاء الله إلى آخره. لا، سيدنا عمر شو قال؟ قال للكاتب اللي عنده: أعطني ورقة واكتب. ثم قال بعد: بسم الله الرحمن الرحيم، من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى فلان بن فلان، أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب. ثم قال له سيدنا عمر بن الخطاب لأصحابه اللي كانوا معاه موجودين: يا إخوان، بعد ما ودى هذه الورقة وأرسلها قال لهم: ادعوا بقلوبكم لصاحبكم، ادعوا الله إنه الله يهديه، إنه يتوب ويرجع لله. فدعوا، يعني دعاء الأصحاب إن شاء الله مستجاب، دعاء شفاعة الأصحاب يوم القيامة مستجابة. فوصلت الورقة إلى هذا الرجل وأخذ يقرأها ثم يقرأها. قال: أول شيء غافر الذنب، سيدنا عمر أرسل لي رحمة الله. ثم قال: شديد العقاب. ثم أول إشي أعطاني فرصة للتوبة. بعدين قال لي: إذا ما تبتش ترى ربنا شديد العقاب، ارجع يا أخي ارجع. فظل لا يرددها، فبكى وعاد عما كان يفعل. وعندما وصل الخبر لعمر رضي الله عنه، قال عمر: اسمعوا يا اخوان شو قال؟ قال: مثل هذا فافعلوا، يعني مثل هيك فافعلوا. واحد انحرف عن الطريق ما نعينه ما نكون اعوان مع الشيطان عليه. لازم يا اخوان، لازم نكون سند له، نكون أعوان على الشيطان مش مع الشيطان. فلذلك يا إخوان في ناس كثيرة، أنا بروي قصص واقعية والله حصلت. رجل كان سكير عربيد بإحدى المناطق في إربد، وأهل الدعوة اجتهدوا عليه والحمد لله صار يصلي تمام والتزم، كان يشرب الخمر وترك الخمر وترك كل شيء. راح على أحد المساجد، أنا بحكي لكم قصة واقعية، فصاروا يتحدثوا: ند فلان، هذا السكير، هذا العربيد، هذا. فيا إخوان حقيقة شيء مؤلم، ترك الصلاة ورجع للسكر ومات وهو سكران. طب بالله عليكم هذا بصحيفة مين؟ صحيفة مين؟ انتم المساجد انوجدت عشان نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، المساجد انوجدت عشان نطلع أخلاق المسجد للشارع، نخرج أخلاق المسجد للشارع، مش نجيب أخلاق الشارع للمسجد. فلذلك شفت من أخوك زلة، حاول تعينه، تساعده حسب إمكانياتك، ما تعين الشيطان عليه، بل بالعكس، في ناس بتشمت، في ناس بتكيف، في ناس بتنبسط، في ناس تروح تبلغ عنه. لا يا أخوان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأسأل الله أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.